مساء الانوار، نتمنى ان شاء الله تكونوا بلاح ولاباس. ولا فيديو تاع نهار اليوم تلقاكم بالف صحه وعافيه ان شاء الله يا رب. الوغ جيتكم اليوم بعد هاد الغيبه طويله بهاد الوصفه تاع حلوه البنان. كنت شاركت معكم ديجا هاد الوصفه من قبل بلا بات ماجيك، بصح اليوم جبتها لكم بالطريقه التقليديه، وصفه تاع الزمان، يعني الوصفه الاصليه. الوغ بلا ما نطول عليكم نخليكم مباشره تشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. الوغ الحاجه الاولى ناخذ هنا 3 كيلات فرينه ممسوحين. انا هنا الفرينه كنت غربلتها ديجا من قبل. نزيد معاهم قرصه ملح، لافاني، هنا 6 كميه لافاني. ندير حفره في الوسط ونحط السمن ديالي لو كنت ذوبته وخليته يبرد شويه. نكمل الكيله ديالي بالزيت. هنا السمن ديالكم ما لازمش يكون سخون. فوالا، ونبدا نبسس في هذاك الخليط ديالي. فوالا بهذه الطريقه. فوالا بعد ما بسست هنايا مليح الخليط تاع السمن والفرينه، ناخذ هنا بول اللي كنت عمرته بالماء، يعني تقريبا كيلة تاع الماء نقص منها اسبوعين، وكملت لها بالماء زهر. وشوفوا ما عمرتهاش بزاف. انا هنا الفرينه تاعي صراحه ما كانتش تشرب مليح، ما شربتليش مليح الماء. يعني حاولوا تخيروا نوعيه الفرينه تكون مليحه. نبدا نجمع في العجينه ديالي ونخدم فيها او ميم طون. لازم تتخدم مليح لاباط تاع حلوة العرايش ولا البنان، هي نفس لاباط تاع العرايش. بهذه الطريقه نخدموها مليح باش ما يجوش فيها هذوك التكتلات تاع الفرينه اللي راح يقلقونا من بعد في الخدمه. فوالا، ومام السمن كي ديروه سخون راح يدير لكم التكتلات. سي بوغ سا نقول لكم ديروه بدرجه حراره الغرفه، يعني يكون دافي، ولا من الاحسن يكون بارد. فوالا، نعجن العجينه ديالي بهذه الطريقه ونبدا ندير كرات. انا هنا كما قلت لكم العجينه ما شربتليش مليح. شوفوا القوام تاعها شويه جاري. نتوما حاولوا تخيروا فرينه نوعيه مليحه اللي تكون تشرب. ندير هنايا كامل ديبول باش تسهل عليا الخدمه، ونروحوا من بعد باش نشكلوا البنان ديالنا مع بعض. انا هنا كم الفرينه تاعي شتها ما تشربش، رحت زدت لها الفرينه من الفوق هكذا باش تساعدني في الخدمه. لو طون اللي كانوا لي بول ديالي يريحوا، هنا جيت درت لافارس. درت كيله تاع كاوكاو، ديروا كاوكاو ولا لوز. 4 كيلة سكر، لافاني. نحرك هذوك النواشف ونطمهم بالماء زهر. فوالا حتى نتحصل على العقده اللي كامل تعرفوها. هنا تقدروا تزيدوا لهاد العقده تاع الكاوكاو شويه تاع لا نوا كوكو اللي راح يعطيلو ذوق شباب. انا هنا كنت اكتفيت بالكاوكاو. الوغ كيما قلت لكم نكمل نخدم هذيك لافارس ديالي. لافارس كيما على بالكم تعجن مليح حتى يذوب فيها السكر باش تجينا طريه وما تجيناش يابسه. نشكل لافارس ديالي هنا بشكل طولي حتى نكمل كامل هذيك الكميه ونروح نشكلو مع بعض. نجو لهنا باش نشكلو البنان ديالنا. ناخدو هنا لاباط. بون انا هنا نخدم بالعشر حبات باش يعني باش نليكيدي الخدمه، بصح انا وريت لكم بالحبه. دونك نفتح لاباط ديالي بهذه الطريقه توجور بالفرينه. نحط لافارس شغل راح نشكل حبه تاع عفوا شغل راني رايحه نشكل حبه التشارك. برك انا ما ندورهاش مليح، نعطيها شكل حبه بنان بهذه الطريقه. هنا لا فيديو راهي توضح، يعني الصورة راهي تتكلم على نفسها. شوفوا طريقة التفصيل. راح نخليكم تشوفوا طريقة التفصيل ونتلاقاو باش نديروا الطلية كيف كيف.
الوغ هنا كملت التشكيل تاع البنان، وباش ما يتفتحليش في الفور وما يتبدلش الشكل ديالو، هنا تشكيته بالكوردون بهذه الطريقه باش الشكل تاع البنان يحافظ على الشكل ديالو، باش حبة البنان عفوا تحافظ على الشكل ديالها. هنا كيما قلت لكم نخدم يعني بالكميات كبار باش تمتم يعني نعمر سنيوه، وانتم تاني تقدروا تخدموا بهذه الطريقه باش تسهلوا على روحكم الخدمه. هذا هو البنان بعد ما طاب كيما راكم تشوفوا، طيبته في الدوغي، يعني ما تخلوش بيض حتى تلقاوه خضر لداخل ماشي طايب، وما تحمروش بزاف، يعني هكا في الدوغي برك. ونروحوا باش نديروا طليه كيف كيف. الوغ بالنسبه للطليه ناخذ هنا باكي سكر غلاس، تاخذوا نوعيه جيده، نغربل هذاك لو سكر غلاس باش تجيني الطليه تاعي رطبه. من جهه واحده اخرى ناخذ فنجان حليب، مع هذاك الحليب نزيد نص فنجان زيت، مع الاول ما كملتوش من بعد راني كملته. فوالا، ومعاهم راني رايحه نزيد المزهر. قبل ما نزيدو المزهر نخلطو شويه الحليب مع الزيت باش يندمجوا كيف كيف. هنا المزهر كنت زدت معاهم كاس تاع المزهر، كان قطع لي الفيديو. ناخد هذاك الخليط اللي كنت حركته مليح ونبدا نطم في الطليه ديالي في هذاك سكر غلاس بهذه الطريقه. فوالا، حتى نتحصل على القوام اللي راني نحوس عليه. فوالا، بعد ما تحصل على هاد القوام نبدا نعجن في هذيك الطليه، راني رايحه نعجنها، شوفوا كيفاش تعجنوها، ومن بعد نكمل نحلها بهذاك الخليط حتى نتحصل على قوام سائل. هنا ناخد القارص، جو تاع القارص، جو تيترون، ندير تقريبا 2 مغارف كبار. هنا خديت لاباتاغوم غو بانان، وبديت نلون في الطليه ديالي. هنا كي شفتها جاتني صفراء، اللون اللي حبيته، ما حبيتش نديرها فونسي بزاف، يعني ما كملتش درت لو كولورون اللي كنت وريته لكم، اكتفيت بلا باتاغوم. شوفوا كيفاش جات صفراء. هنا القارص خدات معايا 2 مغارف كبار تاع ماكله، تقدروا تلحقوا حتى 3 مغارف. هذاك القارص راح يعطيكم واحد لا بغيونس كوم سي هذاك لو كلاصاج درتو له ناكري من الفوق مع الاخر، يعني وراح يعطي له جو بزاف شباب. وهذا هو القوام تاع الطليه ديالي. ونجي هنايا باش نطلي هذاك البنان. انا نطلي بالطريقه التقليديه، طريقه تاع زمان. وإلا حبيتوا تسهلوا على رواحتكم تقدروا تاخذوا ان غرياج تحطوا كامل هذوك الحبات وتبداو تفرغوا عليهم بالغراف، وكل وحده والطريقه اللي تساعدها. نكمل نطلي كامل البنان هذاك. هنا بعد ما طليت البنان وخليته نشف غير شويه، يعني لو طون اللي تكملوه كامل وتحضروا هنا راني واش راني ندير. خديت الطليه اللي بقات لي درت لها الكاكاو، فوالا، بلا يعني ما ندوب الشوكولا. بالطليه اللي قعدت لي راح ندير لا ديكوراسيون. ناخذ هذيك الطليه اللي كنت لونتها نديرها في هاد لا بواط اون سيليكون، وندير التزيين ديالي.
وندير تزيين بهذه الطريقة باش يجيني بانان على شكل موشتي. فوالا راح نكمل نزين بهذه الطريقة ونتلاقاو في طبق التقديم. عفوا هنا كنت نسيت ما قلت لكمش، تاخذوا شويه مع زهر ديروا له كولورون فيغ وتجوزوا له غير هكا من الفوق باش تعطوا له هذاك الشكل تاع هذاك الغصن اللي يجي فوق البنانه. ويبقى هذا اختياري، تقدروا تستغنوا على هذه الخطوه. هذا هو الشكل النهائي تاع البنان. شوفوا شحال جا شباب، جا اون حبه البنان تاع الصح. هنا لو لوندومان بعد ما نشفت هذيك الطليه، نحيت لها كامل هذوك لي بوردور بالموس باش نعطولو شكل شباب. وهذا هو الشكل النهائي تاع البنان. كنت درتو دون دي بواط، ديروه دون دي بواط اون بلاستيك باش ما يلبسش معكم. وكنت قدمت هذا البنان نهار العيد، كنت شاركت معكم طابله تاع العيد، بصح ما كانش عندي الوقت باش نصور لكم الوصفه قبل العيد ولا مور العيد. هذا وين يعني قدرت نصورها لكم. هذا هو الشكل النهائي تاع البنان بعد ما كملت. درت له لي نابرون مع لي كيسات. وهذه هي الوصفه تاع نهار اليوم اللي نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. وإلا عجبتكم ما تنسونيش بجام واشتراك في القناة وتعليق. ما بقى لي غير نقول لكم في نهاية الفيديو تهلاو في روحتكم. تحياتي مني لكم، سلام.